صدى نجد. قصيدة مقحم النجدي شيخة عنزة. ومن شيخات القصيد شيخة قصيد عنزة المقحم النجدي من الصقور من عنزة. وتقريبا يمكن سبب القصيدة هذه إن مقحم استعرض تاريخ مثلا قبيلته ريال وايل وما فيها يعني من المفاخر، يعني من ضمنهن يعني رميح الخمشي مشهور أنه كان عنده له قصير جالس عنده حول 25 سنة، وحصل جمعية عند القبيلة، فالرجال هذا هالقصير بحكم أنه 25 سنة حسب أنه واحد من القبيلة الحين، فدفع معه يوم أنه دري رميح وزعل على الأمير. هو يجي لأمه قال البلوى هذا جانا ضايق صدره يوم أنه جاء رميح، قال ليش تأخذون من قصيرنا؟ قالوا قصيرك له 25 سنة احنا ما خذينا منه، هو اللي جابه. قال ليش تقبلونه؟ قال حنا قبلناه لأنه 25 سنة صار واحد من القبيلة. قال لا، حنا كل ما يبطي من السنين كل ما يزيد وقاره. وقال أبيات والمشهورة اللي يقول قصيرنا ما حشمته عندنا يوم يزيد مع زايد لياله وقاره، اللي جزت عينه جزينا عن النوم والشيخ ما يفرض عليه الخسارة، مصعب ظهر مضمون إلا من القوم بيوم خلط جمارنا مع جماره دونه الروي كل حد ومسموم ونرخص عمار دون كسر اعتباره. فهذه من ضمن الأمور اللي أثرت مقحم النجدي وخلته ينظم قصيدته هذه، يذكر به مفاخر قبيلته سواء مع الضيوف أو مثلا مع الجيران أو مثلا شجاعتهم بالحروب أو كيف أنهم موافين بالذمم أو نزاهتهم مع الجارات وما شابه. فيقول مقحم يقول يالله يا القدار يا ولا الأقدار يا واحد مداد جودك لطيفة، يالله يا المعبود ساعد هالالكار تزيل شدات عليهم كليفة، اللي مجالسهم بها بن وبهار ونجر يصيح للهجافة رجيفة، ومتسارم للضيف عدلات وبكار ومفطحات في صحون نظيفة، يا مزنة غراء من الوسم مبدار اللي جذبني من بعيد الرفيفة، تومر على كل المغالي بالأمطار تصبح بها خدان قومي مريفة، صبح المطر فاحت بها ريح الأزهار تخالف النوار مثل القطيفة، ترعى بها قطعاننا سر وجهار ترعى زهر مرباعها مع مصيفة، ترعى بذر السيف قصاف الأعمار ترعى زمليز الفياض النظيفة، قطعاننا ما يرتع دمنة الدار بضلال مروين الغرب والرهيفة، في ضفت الله ثم جبر وجبار خيالة يوم الملاقى عنيفة، ترعى بها وضحى من الذود معطار غبوقة الخطار محلى عطيفة، يبني عليها بنية اللب الجدار عقب الضعف صارت ردوم منيفة، ما هي حسايا مسرد عقب ما نار اللي شرد واطراف رمحه نظيفة، ليسوها جوعنها زليلين الأبصار من دونها نروى السيوف الرهيفة، الصبر مفتاح الفرج عند الأذكار ومن لا صبر تصبح حواله كسيفة، خطوة الولد مثل البليه الياثار زود على حمله نقل حمل ليفة، وخطوة الولد يبنش على موت النار صفر على جد تضبه ستيفة، وخطوة الولد مثل النداوي الياطار صيده من الجزلات ما هي ضعيفة، وخطوة الولد يا مال قصاف الأعمار وسط العرب تلقاه مثل الهديفة، حنة تم المشخص مع الصرف ما بار بل وزن يرجح والمصاري خفيفة، إلا ومع ذلك لك الله لنكار عن جارنا ما زيل نخف الطريفة، حنا نسامح زلة الجار لو جار ونضحز حجاجه بالعلوم اللطيفة، ونرفى خمالة رفية العش بالغار ونودع لها النفس القوية ضعيفة، ولا نبدي الخافي اليسار ما صار يفلج قصير البيت لو بان حيفة، الجار لا بده مزفي عن الجار وكل جيرانه يعد الوصيفة، أحد على جاره بختري ونوار واحد على جاره صفات محيفة، نترم سبال الضيف حق وتعباء اليمن ولد الله شح برغيفة، ولا بدها تبقى سواليف وذكار وتبقى الدسمين الشوارب وظيفة. يوصف عمله مع جار وشلون يرفونه، يقول نرفى خمارة رفية العش بالغار ما أبوه أشد من عمل الطير بعشه لا قام يحطوا عيدان على بعضه ويداريه لأنه لو يلمسوا شيء بسيط خرب هالعش، فيقول حنا نداري جارنا ونعامله مثل ما يعامل الطير عشه. ويذكر عن محمد العبد الله العلي شيخ شمرة كالقوت أنه قال له القصيدة هذه الشمري ما تحسف على شيء من القصيدة وهو صاج لأنه قصيدة تحتوي على الكثير
من مكارم الأخلاق، إضافة إلى أن الشاعر اللي قاله شاعر مبدع وهو مزحم النجدي من الصقور من عنزة. صدى نجد.